صلي وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين؟ معاكم رحاب صبري من قناه زي بستفور. تعالوا بقى تبع افكار التوفير، تعالوا نشوف كام فكره النهارده ان شاء الله تعجبكم. ده ب20 جنيه فلفل يا جماعه، اللي كنا جايبينه من المشتريات ب20 جنيه فلفل. بصوا الكبير بيبقى عامل 18 و16، ده كده نقول ايه، هنقول الصغير تمام. جايباه ب6 جنيه ونص، دول كده ب20 جنيه. انا هنقص بقى شويه هخليهم هنا عندي في البوله كده، دول للتلاجة. طيب شويه تانيين هتعملي بيهم ايه؟ عايزه اقول لك ان انا هعمل بيهم احلى وصفات في الدنيا. هفصل بقى الاحمر، هقوم ضرباه في الكبه لوحده خالص من غير ميه من غير اي حاجه، والاخضر هفصله لوحده، وشويه احطهم في التلاجة من تحت. تعالوا نشوف هنعمل بيهم ايه. خلصنا ما شاء الله فكره الفلفل بتاعنا ده اللي انا قلت لكم هسيبه في التلاجة الاولى اللي انا هسيبها. ما شاء الله يعني خدت الكبير احمر بقى على اخضر، يبقى حلو قوي. الاحمر عمل لي 3 اكياس تمام، فحلو طبعا وزي الفل. وعندي الاخضر عمل لي كيسين. تكسري بقى حته وتاخديها على حواوشي، على عندك على اللهم صل على النبي شاورما، على تعصيجة لحمه. بجد بجد فكره يعني عايزه اقول لك خطيره. بدل ما بنقعد نجيب الفلفل اللي هو الغالي الاحمر والاصفر والكلام ده كله، طب ما هو البلدي بتاعنا ده الموسم بتاعه. الحقيقه لك كده مثلا ايه ب50 جنيه ولا حاجه. 50 جنيه ده ايه، هيشهيصوكي يعني مش عايزه اقول لك يعملوا بقى كام كيس كمان، فيبقى حلو جدا. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. بصوا بقى، انا معايا دول حوالي 4 كيلو من الطماطم. انا لسه كنت منزله لكم الفيديو بتاع تفريز الطماطم تمام. بحط الطماطم من غير اي حاجه، بحط معاها ربع كوبايه ميه، وبحط معاها عندك فلفل اللي هو الرومي اهو. الفلفل ده انا لسه جايباه، ده بحط منه قرنين وقرن ايه حامي خلاص. وبحط معلقه سكر، اللهم صل على النبي. وبحط وتمام. دي بقى الطريقه العاديه اللي انا بعملها مع البنجر. طب لو انا مستعجله بعمل ايه؟ بحط بقى بصلايه مع فصين توم مع الفلفل اللي انا قلت لكم عليه مع الطماطم، ومع بعض كله مع بعض على الني تمام. يبقى بالمنظر اللي قدامك ده، وحطيت كمان معلقه سكر، يبقى بالمنظر اللي قدامك ده. وهبدا ابخره بملح وكمون وكزبره، وعندي فلفل اسود ورشه من جوز الطيب، رشه بسيطه من جوز الطيب. يبقى كده معايا الطماطم متسبكه. واحط كمان طبعا معلقتين من الدهن، يا اما يعني دهن يعني اي دهون، يعني يا زيت يا سمنه براحتك خالص تمام. هحط بقى البهارات بتاعتي واضرب الكلام ده كله بالهاند بلندر او في الخلاط، واحط كمان السمنه وارفعه على النار دقيقتين. وهبدا بقى ان انا اعبيه في الكياس بتاعتي. يبقى كده عندك طماطم متفرزه متبهره مية مية. تعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه. نشوف الفكره اللي بعد كده. الشوربه بصوا دسمه ما شاء الله، ان هي شوربه فراخ بيضه. طيب عملتيها ازاي يا رحاب؟ اولا بصوا، انا بجيب الفراخ بتاعتي، بقوم مع معلقه سمنه كده واقوم اديها صدمه. بصوا يعني دي فراخ مسلوقه تمام. ازاي؟ ان انا بجيب زي ما قلت لكم الفراخ واديها معلقه سمنه، واقوم مشوحاها منها فيها مع البهارات بتاعتي، فبتبقى معايا زي الفل وزي العسل كده. وبعد كده اقوم نازله عليها بالميه المغليه، واحط بقى بصل وكتر البصل مع طماطمايه مع عندك قرن فلفل. عايزه اقول لك سبايسي بينقلها لحته تانية خالص. حطي كده صحيح بس حته صغيره، يعني ما تحطيش قرن كامل، نص قرن كده بينقل الشوربه لحته تانية خالص. قلنا البصل وفصين توم وقرن فلفل وطماطمايه وسيبيه بقى. طب ايه اللي طالع على الشوربه ده يا رحاب؟ بصوا بقى الدسامه حلوه قوي. طب ايه اللي طالع على الشوربه ده يا رحاب؟ عايزه اقول لك لو انت ما عندكيش حبهان، فممكن عشان غالي يعني، فممكن البديل بتاعه انك تحطي ربع معلقه زعتر، ربع معلقه بس، بينقل الشوربه لحته تانية. بصوا شوربه خطيره خطيره. طب انا هستفاد ايه من الشوربه دي؟ هقول لك بقى يا ست الكل، انا ما رضيتش ان انا اشوي الفراخ، عشان اقوم جايبه الشوربه بتاعتي دي اصفيها واقوم حطها في اكياس وعلى الفريزر على طول. هتعملي منها ملوخيه، هتظبطي الطاجن مثلا باميه، هتظبطي اي طبيخ، فهتطلعي الشوربه. عايزه اقول لك ان انا بحطها دلوقتي في البشاميل مع الحليب، بتبقى تحفه. اعملي منها شويه ملوخيه زي ما قلت لك، اعملي منها ويكا. بصي لا غنى عنها. عايزه تسقي بيها الرز براحتك خالص. بصي بجد بجد تحفه في البيت. تعالوا بقى نعبيها في الكياس. تعالوا بقى نشوف الوصفه اللي بعد كده. الرز بلبن. الرز بلبن يا جماعه، انا بجيب نص كوبايه من الرز مع لتر من الحليب تمام. وبحط له كوبايه كمان، يعني 5 كوبايات تمام، لتر من الحليب، وهحط له كوبايه ميه. وبعد كده بحط الرز معاه يغلي معاه، انتوا فاهميني؟ يعني بحط الرز والحليب بارد، بعد كده يغلي معاه غلبه، واكمره اغطي عليه، اسيبه بقى نص ساعه زي ما ياكل. المهم تطلعي تلاقي حبايه الرز كده
تمام. وبعد كده هنبدا نحط بقى كده، ما بحطلوش نشا كتير، هي معلقه واحده نشا، واحط بقى السكر بتاعي ورشه الفانيليا. طيب انا بقى ما عنديش قشطه ولا عندي الكلام ده كله، خايفه اللبن يبقى خفيف، يبقى تضيفي له يا ستي كل معلقه من السمنه البلدي او معلقه من السمنه القمر اللي كنا عاملينها، بتفرق 180 درجه. هنحط بقى الفانيليا ونحط بقى السكر ونرفعه على النار، ونحط السمنه ونغرفه بألف هنا وشفا. ادي بقى رز اللبن بتاعنا القمر، انا عملت كميه تانية. بصوا بقى الجمال ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لك بقى على فكره، انا اصلا كده او كده كنت هحط معلقه ايه، معلقه نشا، تمام. فحطيت بقى معلقه كاسترد مكان النشا عشان مع ريحه الفانيليا. عايزه اقول لك نقل الرز بلبن لحته تانية خالص. وكمان وما اثرش يا جماعه في اللون لان حاطه معلقه واحده. وكمان حطيت ما شاء الله اللهم بارك معلقه السمنه. بصوا البرطمان القمر اللي بقول لكم عليه في كل فيديو، حلو وحادق. خلاص، وهنزل لكم بقى برضو طريقته تاني ونشوفه مع بعض. بصوا ايدي ورجلي في المطبخ. دي الشوربه ريحتها ولا اروع من كده، بجد خطيره. دول ما شاء الله 3 لتر تقريبا، فخطيره. ودي عندي الفلفل اللي قلنا عليه، ودي عندي الفلفل الاحمر، ودي الفلفل الاخضر، ودي التسبيكه القمر بتاعتنا، ما تستغنيش عنها واعمليها بالطريقه اللي قلت لك عليها. يعني بجد ما شاء الله افكار هتفرق معاكي كتير. معلش اتعبي ساعه. طب هتقولي ساعة زي يا رحابة؟ انا عايزه اقولك انا كنت معلقه الرز بلبن، يعني اديته غلوه وطفيت عليه زي ما قلت لكم. في نفس الوقت كنت معلقه على الطماطم تتسبك، في نفس الوقت كنت بعمل الفراخ، تمام. الفلفل عقبال ما عملته كان كل ده اتظبط معايا. فاتمنى ان انتوا تلاقوا في الفيديو فكره ولو بسيطه تنفعكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وادفعوا على زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناه زي ما شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.